يلا تعالوا وانضموا لمدرسة الأبطال علشان تتعلموا ازاي تكونوا أبطال. يعني لو انا في غابه فهمونا ان احنا في غابه، لكن احنا في دوله قانون وفي بلد قانون. ما تعيطيش يا ماما لو سمحت، بساعد والدتي بتسليم ارضها. ليه شايفاني بطلة؟ جامد. ليه بطلة جامد؟ ليه بقى؟ دي كرامتي. ايوه انا البطله اللي انتوا لسه شايفينها دلوقتي، اللي قدرت اساعد امي في رجوع حقها من غير ما تتعرض لاذى، ولا الطرف التاني يتعرض لاذى، ولا حد من اخواتي يتعرضوا لاذى. وانا ما اعتقد ده في حد ذاته في الزمن اللي احنا فيه ده بطوله. تعالوا بقى نرجع بالزمن شويه لورا. انا بتعامل مع العرايس بقالي تقريبا 12 سنه بشتغل ميك اب ارتست، وشغلي كله مع العرايس. ومن تعاملي مع البنات فهمت قد ايه هما كائنات لطيفة جدا، ومش عشان انا منهم بس، فعلا فعلا البنات مهما كان مستواهم ومهما كان وضعهم، شغلهم الشاغل ان هما يلاقوا شريك حياة يحبهم ويتقبلهم. وده انا فهمته بشغلي مع البنات. فعلشان كده من حوالي 6 سنين قررت ان انا ادرس علم نفس علشان اساعد البنات ازاي يقدروا يفهموا منظومة الجواز، وازاي نقدر مع بعض نشكل منظومة سليمة، وكل طرف يفهم ايه اللي ليه وايه اللي عليه. لحد ما اللي انتوا شفتوه اول الفيديو حصل، وكأنه دش مية ساقع نزل عليا فوقني من الحلم الجميل اللي انا كنت بحلم بيه. مع الحقيقة ان انا كنت مجتهدة في شغلي جدا، وكنت في قمة نجاحي، وكمان مجتهدة في دراستي اللي قررت ادخلها علشان زي ما انا ناجحة في حياتي اقدر اساعد الناس ان هم كمان ينجحوا في حياتهم. بس اللي حصل لي للأسف غير حاجات كتير جدا في تفكيري، وفهمني ان الحياة مش وردي قوي زي ما انا كنت متخيلة. وكأن ربنا اراد ان هو يقول لي طالما انت عايزة تتعلمي نفوس الناس، شوفيها على ارض الواقع، شوفي الواقع فيه ايه غير الكتب اللي انت بتقريها والكلام اللي انت بتسمعيه. والحقيقة ان الدراسة على ارض الواقع مختلفة تماما تماما عن الكتب اللي بنتعلمها وبندرسها في الجامعة او في الكورسات. ارض الواقع انت بتحسي بالألم بجد، بتحسي بالصدمة ومدى قوتها على فكرك، على مشاعرك، على جسمك. قوة الصدمة في حد ذاتها أصلا كفيل إن هو يغير لك حياتك 180 درجة، يشقلبها بالبلدي كده. وده اللي حصل لي للأسف. بعد ما طلعت من اللي حصل ده، ماما طول الوقت شايفه ان انا بطله، رغم ان انا طول الوقت كنت في حاله غضب شديد جدا، لان اللي حصل للاسف اثر على نفسيتي واثر على شغلي وعلى حياتي كلها. وكنت شايفه ان هي لو كانت سمعت كلامي من البدايه وما عرضتش نفسها للاذى ما كانش كل ده هيحصل. بس شويه كده لما قعدت فكرت مع نفسي وفهمت ان اكيد طالما الموضوع صابني يبقى اكيد ربنا عايزني اتعلم حاجه منه. ما هو مش معقوله ربنا الحنين اللطيف بعباده هيأذن ان انا اتألم واتأذي الاذى ده واحس بالمشاعر الصعبه دي كده والسلام. استحاله، ده مش ظني في ربنا ابدا طول عمري. فعلشان كده فهمت ان ربنا لما فهم نيتي وعرف ان انا فعلا نيتي خير وعايزه اساعد الناس، وجهني لحاجة تانية معينة، وكأنه بيقول لي ركزي الأول قبل ما تشاركي في بناء أسرة، شاركي في الأساس. الأساس هو المجتمع اللي احنا فيه. للأسف لو تخيلنا إن الأسرة عمارة أو بناء، لو الأساس اللي العمارة دي طالعة عليه مش كويس، العمارة دي مش هتكون مستقرة أبدا. هيقابلها صراعات وتحديات كتير جدا هتشتتهم عن هدفهم الأساسي وبناء مستقبلهم. فعلشان كده عايزين نفكر ازاي نصلح الأساس. فقررت أعمل 3 حاجات في المدرسة اللي إن شاء الله هجمع الطلاب اللي عندهم نفس النية اللي عندي كلنا، ونتعلم مع بعض ازاي نكون أبطال كلنا. لأني اكتشفت إن فعلا البطل هو اللي يقدر يحمي نفسه ويحمي أهله ويفكر في مستقبله ويكسب في اللعبة والتحدي اللي الشيطان بيحطه قدامه. بالمناسبة في الفيديو الجاي هفهمكم ازاي الشيطان دايما بيتحدى اي حد عايز يعمل اي حاجة كويسة علشان يوقعه في الحفرة. فعلشان ما نبعدش عن تعريف مدرسة الأبطال، تعالوا نرجع للموضوع. أول حاجة عايزين نعملها نبني أساس
كويس. اهم حاجه نبني مجتمع امن لينا ولاولادنا ولاهالينا، علشان واحنا عايشين في المجتمع الامن ده هنقدر نشتغل ونبدع وننتج ونحقق لنفسنا المستقبل اللي بنحلم بيه. تالت حاجه نقدر نبني اسر متماسكه، ما احنا بالنا هيبقى رايق بقى والمجتمع امن والشغل تمام والانتاج تمام، فبالنا هيبقى رايق ان احنا نشوف دورنا ايه في الأسرة ونعمله. فهدفي بدل ما كان الأول بناء أسرة بس، بعد اللي حصل لماما والتحدي اللي أنا دخلت فيه والحمد لله كسبته، أي نعم عطلني كتير عن حياتي ولسه بحاول ألملم أعصابي وأفكاري من اللي حصل، بس وجهني لاتجاه تاني. لسه زي ما أنا هساعد البنات والأزواج إن حياتهم تكون أفضل، وده هدف دراستي اللي لسه باخد لها كورسات برضو وهفضل اتعلمها طول العمر. ولكن هنشتغل مع بعض الاول على اننا نفهم ايه السلوكيات الغلط اللي بتقابلنا وبتواجهنا في الحياة، لان المجتمع مش هيتغير لوحده، مفيش حاجة هتتغير لوحدها. وزي ما احنا كلنا شايفين مؤخرا ان اللي حصل مع ماما ده مش حالة فردية، للأسف ده موضوع بقى منتشر. السلوكيات المضرة اللي بقينا بنشوفها من بعض الأشخاص بقت منتشرة زيادة شوية. فممكن يكون علشان احنا عددنا كبير مثلا، فلو فئة بسيطة في العدد الكبير ده طلعت على الوش بتبقى باينة، بس احنا برضو حتى الشوية اللي على الوش دول احنا محتاجين نشوف ازاي نعالجهم ونعالج الموضوع علشان الضرر ما يزيدش اكتر. فأول حاجة نبني مجتمع آمن، نتعلم ازاي ننتج ونبدع، واحنا بنبني مجتمع آمن نكون أسر سليمة. وهنعمل ده بأكتر من شكل. ليه؟ لأن احنا هنشتغل على 3 أجيال. الجيل الكبير اللي هو زي ماما اللي كانت مصممة تتعامل بالحسنى في موقف ما ينفعش التعامل فيه بالحسنى، موقف لازم تاخد قرار جد، ما ينفعش الطيبة بتاعت أهالينا دي. للأسف مش ماما لوحدها اللي بتفكر بقلب الأم، أهالينا الكبار كلهم بيفكروا تفكير عاطفي جدا. فاحنا طلعنا على وعي زيادة عنهم، اتعلمنا حاجات ما كانتش عندهم، فاحنا هنبتدي نتعلم الحاجات دي ونشرحها بطريقة تناسبهم وتقنعهم ان هم ايديهم في ايدينا، نقدر نبني لأولادنا مجتمع آمن. أولادنا اللي هم أحفادهم، فلما هنجيب لهم سيرة الأحفاد هيقتنعوا، صدقوني هم ممكن ما يقتنعوش بينا قوي بس هيقتنعوا بالأحفاد، صدقوني أنا عارفة ماما بالنسبة لها أحفادها إيه، فلما أفهمها إن ده لمستقبل آمن لأحفادها فهي هتقتنع. اعملوا كده مع باباكو ومامتكو. تاني جيل اللي هو إحنا، جيل الآباء والأمهات، إحنا طلعنا لقينا فيه طرق كتير نقدر نتعلم من خلالها. أبسط طريقة فيهم زي ما أنا قاعدة بكلمكم كده، هنبتدي نذاكر ونتعلم ونفهم إزاي العلم اللي ربنا رزقنا بيه نطبقه على أرض الواقع علشان نقدر نخلق لنفسنا بيئة كويسة. تالت جيل هنشتغل عليه هم الكتاكيت والقطاقيط الصغننين. فعلشان كده في مدرسة الأبطال هنحاول نعمل أكتر من شكل يوصل نفس المعلومة بس بطرق مختلفة، وده هنتعلمه مع بعض في الحلقات الجاية. أنا حبيت بس أفهمكم فكرة المدرسة اللي أنا سميتها مدرسة الأبطال، لأن أنا شايفة إن في وسط التحديات اللي كلنا بنشوفها دلوقتي البطولة هي إنك تحقق لنفسك وضع آمن، مستقبل أفضل، استقرار أسري. فأي حد بيعمل ال3 حاجات دول أو بيحاول يعملهم فهو بطل. والجيل الجديد هنربيه وندربه إن شاء الله إن هم كلهم يكونوا أبطال علشان يعيشوا أفضل حياة، لأن طبعا دي أمنية أي أب وأي أم، والمشاكل اللي احنا شفناها هنعالجها قبل ما نسلم لهم المجتمع. فمتفقين معايا؟ اللي متفق ينضم فورا للمدرسة، علشان أنا دايما هفكركم كل يوم ان احنا ابطال، وهفكركم كل يوم ان احنا ورانا هدف، ان اللي حصل معايا ومع امي ومع غيرنا ما يحصلش مع اي حد تاني، لان الحمد لله انا كان عندي القدره ان انا اقدر احميها وارجع لها حقها. في ناس كتير جدا ما عندهمش القدره دي، فاحنا برضو الناس دي هنعلمهم ازاي يقدروا ياخدوا حقوقهم بكل سهوله وبكل الطرق الامنه. هندور عليها مع بعض ونبتدي نعلمهم. فربنا رزقني بعلم معين وأراد إنه يختبرني بالعلم ده على أرض الواقع. الحمد لله لغاية دلوقتي نجحت في الاختبار.
محتاجين مع بعض ان شاء الله ان كل سنين الدراسه اللي انا درستها دي ما تضيعش على الارض. ففي مدرسه الابطال هنعمل كل الحاجات دي مع بعض، وكل يوم هشارككم بروتين مدرسه الابطال علشان نفهم ان البطوله دي مش فكره عابره وخلاص، البطوله دي اسلوب حياه هنتبعه كلنا مع بعض ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله ربنا هيقدرني وافضل اذاكر واتعلم وادرس واطلع ابسط لكم كل المعلومات دي بكل الطرق، بس عامه معظمها هتبقى باللعب عشان انا بحب اللعب قوي. بس عامة عشان نبقى متفقين، انا مش مدرس، انا مش من الناس اللي بتطلع تشرح على السبوره او تشرح شرح اكاديمي خالص. انا من الناس اللي تحب تاخد فكره تحطها في شكل ابداع، فشكل الابداع ده على حسب ما يجي بقى معايا، يا يصيب يا يخيب، اللي هيصيب هنمسك فيه، اللي هيخيب هنفكر نصلحه. اتفقنا اوكي. اشوفكم بقى بكره ان شاء الله. الفيديو ده هيكون مثبت علشان فكره مدرسه الابطال تبقى واضحه لاي حد جديد هيدخل على المنصه او الصفحه. بصوا عامه انا هعمل على كل الاماكن، يعني الاحمر والازرق والاسود كله هيبقى بنفس اسم مدرسه الابطال، تقدروا تتابعوها في اي مكان انتوا بتحبوه. دمتم بخير، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. بحبكم جدا، باي باي.